البرهان هو الذي أتاح لهذا الحراك أن يقع في المنطقة العربية. هذا الحراك انطلق من دولة معينة ثم إلى بلدان أخرى. هل معنى هذا أن الحراك ما زال مستمرا؟ بدون تأكيد أنه سيستمر، لأن الأسباب التي أدت إليه قائمة، وإنما وجود هذا الحراك ليس غاية في حد ذاته. ماذا سنبني فيما بعد؟ شيء جيد جدا أن تعبر الجماهير عن تطلعات، ولكن ينبغي أن تكون هناك رؤية من أجل بناء المستقبل، من أجل غد أفضل. لأنه هل هذه الرؤية موجودة، ملامحها موجودة في المنطقة؟ متفرقة. ليس هناك مثلا فكر جامع ولا نظرية جامعة ولا حتى هيئة مثلا يمكن أن تزعم بأنها تعبر عن كل هذه المطامح، أو كما قيل هي ثورة بدون ملعمة لينين وبدون حزب طلائعي. لكن بدون شك نحن نحتاج إلى بلورة أفكار جديدة من أجل تصدي إلى المستقبل، لكن علينا أن نعي كذلك بأن إمكانيات الانزلاق واردة كذلك. إمكانيات الانزلاق واردة. هل هي يعني تطور ذاتي أم أنها ناتجة عن محيط عام؟ هو كل بنية ثورية تفرز ثورة مضادة. يعني في تاريخ الثورات هناك دائما ثورة مضادة، وقد تكون أكثر شراسة. ثم هناك الوضع الخاص الذي نعيشه، أزمة اقتصادية عالمية، هناك كذلك استعمال السلاح وتفرق أو توزع القطع السلاحية في بعض البلدان، والتي يمكن أن تنفذ عبر الحدود إلى بلدان أخرى ويمكن أن تهدد المنطقة. هذا التهديد قائم، فلذلك يعني من أجل استشراف المستقبل ينبغي أن نضع نصب أعيننا إمكانيات الانزلاق. وجود سلاح في المنطقة وإمكانية تسربه إلى مناطق أخرى أو دول أخرى مجاورة للثورة المسلحة، الغرب أيضا يخشى من هذا السلاح الموجود في المنطقة. كيف ينظر الغرب إلى هذا التطور؟ اسمح لي على هذا التعبير. ما يحدث ليس فقط شأنا عربيا صرفا، أو شأنا أو عربيا بالمعنى يعني المتواضع حوله، يعني لا يهم المنطقة والعالم العربي وحده، على اعتبار أنه يهم الغرب بالدرجة الأولى بحكم الجوار، بحكم المصالح، بحكم الاعتبارات الأمنية. فلذلك الغرب ينظر باهتمام بالغ وبتوجس كبير كذلك ما يعتمل في هذه المنطقة، في منطقتنا. هل تعتقد أن الغرب أو عين الغرب ستكون ساهرة على المنطقة ليس لمصلحة هذه الشعوب وإنما لمصلحته بدرجة الأساس؟ بدون شك أن المعول والمأمول هو أن تتغير هذه العلاقات. كانت هناك نوع من نظرة دونية وكانت تتبعها علاقات مع نخب معينة، فالمأمول وفق هذا السياق الجديد أن تسود علاقات متكافئة، هناك مصالح مشتركة وعلى أساس احترام ليس فقط فعاليات معينة، ولكن على أساس احترام الشعوب. الدكتور حسن وريد، شكرا جزيلا لكم. شكرا على استضافتي.